مقاما عن مصروفات الطعام لوزير الكهرباء وحمايته بمبالغ لا تخضع للمنطق ولا تتطابق مع أسعارها المتعارفة في السوق العراقية، ما يعد مؤشرا على الاستهانة بالمال العام. يعني هسه عندي هذا أمر إداري، وهناك لجنة الضيافة 25 مليون دينار شهريا ويتم تعزيزها، يعني مو 25 مليون بالشهر، لا هذه كسلفة ويتم تعزيزها، يعني من يردون بعد يعطوهم بشوف ايش قد توصل في نهاية الشهر. وهناك لجنة مشكلة من 3 يصرفون على هذه الضيافة. مكتب الوزير يعني يشترون كثير، يعني حقيقة أنا ما أعرف كل وجبة الغذاء لمكتبة أنا دا أحكي حماياته 20 واحد مبين أني من الوجبة دا أعرف إيش قد العدد، لأن كله 20 نفر كباب، 20 نفر قوزي، 20 تكة، 20 معلاق، مبين هذا 20 نفر عنده بالمكتب. يعني المكتب الخاص كله يعني الغذاء مالتهم 1,900,000، 1,400,000، 2,475,000 غذاء لمكتب الوزير. حلو، هاي يوميا وبق يعني هذه وجبة طبعا ما يخلوها بالثلاجة، أكيد فريش كله. وسمك كارب، وهناك بقلاوة، وهناك من السمة 8 كيلو بقلاوة 400,000 دينار، ومن السمة سمك كارب، وهكذا. يعني حقيقة والله حتى أنا أخجل أذكر هاي الأمور، بس أنا أذكرها. يمكن هسه واحد يقول دكتورة ماجدة ليش تحكي على الكباب وعلى البقلاوة هذه؟ أنا أذكرها من القهر ترى، يعني لأنه ما معقولة إحنا جايين للوزارة حتى ناكل، وإحنا هم كنا موظفين نجيب ويانا سندويشة نخليها بالجنطة، بس شوية يكون فترة الغداء كل واحد جاب له استكان شاي، أكل اللفة مالته وراح للشغل مالته، مو هالشكل.